بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر مشاهير تيفي على هذه الالتفاتة العظيمة. اليوم كيجي في إطار حفل تكريمي للأساتذة المتقاعدين، وكذلك الاحتفاء بنساء العاملات بالثانوية الزرقتوني بمناسبة 8 مارس. في هذا اليوم السعيد كنقدم بأحر التهاني لكل الأساتذة الذين تقاعدوا، واذكر الاسماء ديالهم: الاستاذه رباح الحادي، الاستاذه سعيده بونا، والاستاذ محمد زكريا بن حتى، الذين اعطوا الشيء الكثير للمؤسسه، فلهم منا الف شكر وتحيه، واتمنى لهم طول العمر. وكما بمناسبه 8 مارس اتمنى لكل العاملات وكل نساء المغرب والعاملات خصوصا بثانويه الزرقتوني حياه سعيده، وكل عام وانتن بخير ايها السيدات، وشكرا. استاذ اذا سمحتي لي واحد السؤال، الله يجازيك بخير. مرحبا. يعني منذ دخولي الى المؤسسه يعني لاحظت مجموعه ديال الحوايج، واحد الانسجام، واحد الالتحام يعني نعم بينك وبين الاساتذه والاستاذات اللي كاينين في المؤسسه. نعم. شنو الاحساس ديالك وانت الاساتذه او الاستاذات غادي تفتقدهم في هذه السنوات المقبله؟ نعم، فهذه سنة الحياة، القطارة تسير، والقطار كلما وصل محطة ينزل أحد الركاب. فالأساتذة والإدارة التربوية والعاملين بالمؤسسة نعمل كإخوة، نعمل تحت شعار المجموعة، ولا ينفرد كل واحد بعمله. وبالتالي كلما غادرنا أحد الأساتذة نطلب من الله العلي عز وجل أن يغطي مكانه أستاذ آخر الذي يركب القاطرة ويتماشى مع نظام الداخلي للمؤسسة. وهذا هو سر نجاح الثانوية الزرقتوني، يكمل سر النجاح ديالها في التلاحم والتواصل والعطاء الدائم بين جميع أفرادها. وشكرا. كتمنى الأساتذة اللي حلوا على التقاعد حياة سعيدة، وأن يطول الله في عمرهم، وأن يقضوا باقي الأوقات ديالهم في الأشياء التي تهم حياتهم. أما بالنسبة للإخوة الجدد فأتمنى لهم أن يركبوا معنا ركبة السير ورجل واحد، كأستاذ كإدارة من أجل التلميذ، من أجل الناشئة ديالتنا، وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا. السلام عليكم. باسم جمعية الآباء كنقول بأن كل سنة كنديروا هذا الحفل للأساتذة المتقاعدين والتلاميذ المتميزين، وهذه ولات عندنا سنة في المؤسسة. يعني ما يمكنش أي سنة تدوز إلا وحنايا كنديروا هذا الحفل، والحمد لله كل سنة تبع سنة إلا وكيكون تألق بزاف في هذا العمل. والجمعية الآباء دائما هي اللي تكون الدعم الرسمي لهذا العمل، وكتقوم بالنسبة للمتقاعدين والحفل الأوائل هي اللي كتكلف به وهي اللي كتقوم به. بالنسبه انت يا استاذه انك اليوم احتفلتوا بمجموعه ديال من الاساتذه، يعني كيف شنو الاحساس ديالك انك غادي تفتقد هاد الاساتذه في وسط التيران وسط المدرسه؟ هذا مشكل كبير، وبالاخص عندنا واحد جوج الاساتذه راه كانوا ممتازين، كانوا كياخذوا البكالوريا والبكالوريا علوم رياضيه، الاستاذ الحدحادي والاستاذ زكريا كانوا كيخدموا مع التلاميذ. الاستاذ زكريا راه غادي تكون تشوفوا راه الشهادات ديال التلاميذ راه اليوم كنتلقاها عامره غير بالتلاميذ ديالو، تبارك الله، ديزانجينيور، اطباء، كل شيء جاو كيشهدوا بان هذا الاستاذ زعما عار انه يمشي ويخلي المؤسسه ويخلي هاد الوليدات، ولكن هذه هي سنه الحياه، تقاعد وهذا، وهذا الشيء اللي كاين. أستاذة سعيدة بونا، اليوم كنحظى بواحد التكريم في ثانوية الزرقتوني. ثانوية الزرقتوني اللي ما قضيتش فيها بزاف ديال الوقت، قضيت فيها 4 سنوات، ولكن كانت مليئة بالإنجازات وبالعطاء وبالعلاقات الإنسانية. وهذا اليوم يعني كان كيعني لي الكثير، لأن كانوا بعدا فيه شي مفاجآت اللي خلتني بقوت تأثر، بكيت، لأن كانت الكلمة ديال الأب ديالي اللي شحال هادي ما شفتوش ومحشاه، وتفاجأت بزاف بالكلمة اللي قال في حقي وفي حق رئيس المؤسسة. الأب ديالي كاين في مكناس، وحتى الزوج ديالي مع الأسف يعني في هاد
غير باغ كوينسيدونس ما كاين حتى واحد، ما كاينينش ولادي بجوج، كل واحد في مرتبط اما بالدراسه ديالو ولا الخدمه ديالو. الزوج ديالي مسافر، ولكن ما عرفتش كيفاش داروا كيفاش داروا لحقوا عليه انه صيفط واحد لا فيديو اللي كانت حتى هي مؤثره، وكان في الحقيقه واحد الجو اللي هو اخوي، و كان الاحساس ديالي زعما واحد الاحساس ما يمكنش نوصفه لكم، لانه يعني مليء بالفرح، مليء كان هاد الاعتراف الثقافه ديال الاعتراف بالجميل كتخلي عند الانسان واحد الانطباع وواحد الاحساس كبير في الحقيقه. كنشكر بزاف الثانويه ديال الزرقطوني بجميع مكوناتها، من اداره، من اساتذه، من جمعيات اولياء واباء التلاميذ، وكنقول لهم انني ممتنه لهم وكنشكرهم جزيل الشكر. يعني كنعرفوا انك يعني من خلال الحضور ديالي معكم انك كثيرات الحركات وكثيرات الاعمال الخيريه الاجتماعيه الانسانيه كما غنسميوها. يعني شنو الا دخلنا هذا الشيء هذا مع الفتره الحاليه ديال التقاعد، شنو كتفكري ان شاء الله انك ديري مورا؟ ايوا الفتره ديال التقاعد كما قال الزوج ديالي اللي كيعرفني عن قرب، ما خديتش انا التقاعد باش نجلس، وانما خديت التقاعد باش نتفرغ لهذوك لي زاكتيفيتي اللي كندير، منها الهوايات ديالي اللي منها التصوير، منها الابداع الفني، منها يعني كل ما هو جمعوي. الانسان اللي كيكون يعني بطبعه انسان معطاء، وانسان هذا كيلقى راحته في العمل الجمعوي. دونك يعني انا منخرطه بجديه في العمل الجمعوي، وماشي عاد دابا بغيت نخرط يعني ابخي لا روتريت، هذا الشيء كان من قبل. سمحتي لي كلمه اخيره، ممكن تقول لنا شي نصيحه خصوصا بالنسبه للتلامذ اللي خليتي هنا، وكذلك الاساتذه اللي يلاه غادي يتخرجوا ويلتحقوا ويزاولوا هذه المهنه الشريفه؟ ايوا النصيحه ديالي الاولى هي ان يعني الحمد لله كنتمنى ان الامور غدا وكتغير الى الاحسن ان شاء الله، وكنتمنى مسيره موفقه للاساتذه الجدد، وكنتمنى لهم يعني انهم يكونوا صبورين ويكون عندهم الخاطر ويعطيو يعني يخدموا بقلبهم ويتعاملوا مع هذوك التلاميذ كانهم ابنائهم، وباش ملي يمشيو لديورهم ينعسوا وهما بالهم مرتاح. والتلاميذ راه كنصحهم بيان سور انهم يديوها شويه في قرايتهم، وان يهتموا شويه باللغات، لان هي المفتاح دابا ديال في عالم الشغل. يقدر ما يكون عندك حتى دبلوم، ولكن الا كانت عندك اللغات تقدر تلقى منصب شغل فاسيلمون. والرياضه حتى هي ما نساوهاش، بحكم انني استاذه ديال التربيه البدنيه. الرياضه راه مهمه بزاف، لان كتخلينا كنعيشوا في واحد التوازن، وكنعطيو يعني كنفرغوا شي شويه داك الضغط ديال الحياه اليوميه، وهذا في الرياضه. لهذا كنصح التلاميذ انهم كما قلتي يديوها شويه في اللغات، ويقابلوا قرايتهم، ويحسوا على ان هاد لا بيريود هذه ديال الدراسه راه ما غاديش تعاود، وراه هي اللبنه الاولى ديال المستقبل ديالهم. راه واحد الوقيته الا ضيعتي من بين يديك هاد السنوات اللي بين يديك دابا، وتقدر انك تبني بها المستقبل ديالك، واحد الوقيته غادي تندم وما تنفعك ندامه. شكرا جزيلا. كنشكركم انا بدوري. السلام عليكم، معكم الاستاذ زكريا بن حدا محمد زكريا، استاذ ماده الفيزياء. جينا هذا النهار هذا المشاركه في هذا الحفل هذا القيم اللي قامت به مؤسسه الزرقطوني. الحفل هو بخصوص التكريم ديال المتقاعدين، وكنت انا من ضمن الاساتذه اللي تقاعدوا هذه السنه هذه. زاود تقريبا في المؤسسه هذه تقريبا
من 1998 إلى حدود السنة الماضية 2022. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الناس اللي صاروا على هذا الحفل هذا، أولهم دونك الطاقم الإداري على رأسهم السيد سي عبد الهادي الله يجازيه بخير، وجميع الأساتذة والزملاء اللي شاركوا معنا هذا، وأفراد الأسرة اللي ساندونا حتى في هذا اليوم هذا. وشكرا للجميع، وكنتمنى التوفيق للاخوان كلهم. بالنسبه لفتره التقاعد انا عندي بزاف تنزاول بزاف ديال لي زاكتيفيتي دونك ديال الهوايات، بيناتهم هوايه تاع التصوير الفوتوغرافي، كندير لا فوتوغرافي باراي فوتو. دونك كان مولود تقريبا بهوايه ديال لي روندوني في الجبال، تقريبا شاك ويكاند كنكون عندي واحد المنزل هنا في نواحي مراكش في اوريكا تقريبا. كنزاول تامين باردون تاع واحد لاكتيفيتي اخرى اللي هي الرسم ديسان، كندير شويه ديال لا بانتور اكريليك، وبعض الاعمال اليدويه دونك باغ اكزومبل لو بوا فلوتي تنجمعو من الواد وكنعاود ندير به دونك هنا دي فيغورين دونك رسومات وهذا في الدار. هادو بين الحوايج اللي كنديرهم الان، و ميم طون كنزاول حتى في البريفي دونك باقي كان اكزارسي في التعليم الخصوصي، وهادشي اللي كنتمنى. ايوا الحمد لله ان شاء الله، لان ما خصش الواحد يجلس فهمتيني. ايوا تنعاود نجدد الشكر للاخوان وليكم حتى نتوما اللي صرتوا معنا وقفتوا معنا في هذا النهار هذا، وشكرا جزيلا. الله يكبر بك. شكرا. ما عرفت ما نقول في الحقيقه، ملي دخلت المؤسسه حسيت بواحد الشعور. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبعد هذا يوم كبير عند الله سبحانه. مهم اول مره تندخل المؤسسه، السنين هذه ما دخلت لها تقريبا شي 3 سنين بعد ما كنت في رخصه ديال مرض وشديت دروك التقاعد النسبي. اول مره تندخل لها تنحس براسي بحال تندخل بحال دخلت لشي مكان تزدت فيه ولا عشت فيه واحد المرحله. فذكرني بالايام اللي دوزت مع التلامذه واللي قضيت معهم، وحسيت بواحد الفرحه كبيره ملي شفت الاطر التربويه والاداريه وكيفاش استقبلونا وكيفاش احتفلوا بنا. حياو في هذيك الروح ديال الاستاذه اللي كنت اللي دوز ديك المرحله اللي دوز في هذه المؤسسه، وحسيت بواحد الفرح كبير وتنجازيهم وتنشكر الله اللي غادي يخلصهم. قضيت معاهم. نعم. يعني اليوم داروا لكم التكريم، نعم، كرموكم والحمد لله. يعني كانت لكم مفاجاه اللي هي كبيره بزاف. نعم انهم عيطوا للاسره ديالكم. نعم. يعني شنو كان الاحساس ديالك؟ حقا تفاجئ، لان اول ملي كنت جايه تقريبا ولادي اعتذروا لي بانهم راه قاريين ما غاش يجيو. الصديقه ديالي حتى هي اللي كان جايه معايا وقع لها واحد الظرف ما بقاش جايه، لقيت راسي جايه بوحدي لدرجه اني ما عرفتش نقول لك. ولكن بعد ما شفت الاهل ديالي وداكشي تفاجئ. في الحقيقه داروا لي واحد المفاجاه كبيره اللي تنشكرهم عليها، اللي لقيت الزوج ديالي والاخ ديالي وليداتي دايرين بيا. شكرا لهم جزيلا. شكرا جزيلا استاذه. وكنتمنى ان شاء الله يعني من التقاعد شنو الافكار ديالك اللي ممكن انك ديري ان شاء الله؟ مراد التقاعد في حقيقه كاين انشطه، ماشي شديت التقاعد وقعدت، ولكن الحمد لله مهم عاد حسيت براسي باني بغيت نبدا ثاني من جديد، لان في حق التعليم ما تخليكش تهرب على المجال ديال الدراسه. باقي تنقرا الحمد لله، تنقرا دوكا كتاب الله وتنحاول نحفظه ان شاء الله، وتنتعلم لغات اخرين. المهم ما قاعدينش. اللهم لك الحمد. شكرا الله يجزيك بخير. شكرا اخويا. جد سعداء في تنوية الزرقطوني اننا اليوم نحتفل بقامات كبيره حالة التقاعد لاله ربيعه، لاله سعيده، السي زكريا، اللي خلاو واحد الاثر كبير في المؤسسه. والدليل هو ان في الحفل ديالنا كاين بزاف ديال التفاعل، بزاف ديال الحضور، بزاف ديال الشهادات في حق هاد الناس اللي عطاو الكثير بزاف في المؤسسه
بصفة خاصة والمجتمع المغربي بصفة عامة. التدريس هي واحد المادة، هي واحد المهنة اللي قليل اللي كيعرف اشنا هي القيمة ديالها. بناء الأجيال ماشي سهلة، ماشي عملية بسيطة، ولكن بناء الأجيال كتبان من خلال المهن، من خلال الساس الحقيقي ديال المجتمع. إذن وبالتالي شفنا تفاعل ديال الأجيال اللي كانوا دازوا في المؤسسة على يد هؤلاء الأساتذة، وبالتالي بانت البصمة ديالهم مزيان. لهذا أنا كنهنيهم على هذا المسار، لأن الرأس المال الحقيقي هو هذه الارتسامات اللي كنشوفوها من خلال التلاميذ ومن خلال الناس، وهذه المشاعر، هذه المحبة. إذا اليوم كنحتفلوا حنا بالمحبة وبالصداقة لنا لهاد الناس، لأنهم عزاز علينا، وهذا الشيء كله درناه لأنهم هما على راسنا وعينينا، وأننا في الثانوية الزرقطوني ضروري أننا نعطيو الأستاذ المكانة ديالو الحقيقية اللي كيستحقها، لأن كما قلت بناء الأجيال ماشي مسألة بسيطة. إلا سمحتي لي، يعني اليوم في هذه الايام رانا كنمروا اننا دزنا من 8 مارس اللي هو كيصادف اليوم العالمي للمرأة. يعني كيفاش انكم تكافلتوا بهذا النهار؟ نعم، اليوم جمعنا جوج المناسبات، تكريم و8 مارس. لماذا خلينا حتى النهار 10 باش نحاول ما امكن نعطيو هذا اليوم حقه، لان النساء كيستحقوا الاحتفال، وخصنا نكرسوا هذه الثقافه ديال الاعتراف في المجتمع ديالنا. وبالتالي لا بد لنا ان نعترف بكل تلقائيه وبكل صدق بالمجهود اللي كتقوم به المراه في المجتمع ديالنا. اذا ما اعترفناش صراحه غيكون هذا عار كبير علينا، وبالتالي لا بد ان الاجيال اللاحقه نخليو لها هذه الثقافه باش انهم يعطوا اكثر ما كيستحقوا للمراه. شكرا جزيلا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم تنحتفلوا بواحد الذكرى ديال التكريم الأساتذة ديالنا، الأطر الكفء من ثانوية الزرقطوني، الأستاذة لا ربيعة، أستاذة كفء ما شاء الله ما عندي ما نقول، والأستاذ أستاذة سعيدة بونا، وأستاذة التربية البدنية. اشتغلت معها في عدة مدارس، ومن ثانوية ابن المعتز في البداية، والآن الحمد لله هي أي مدرسة تتمر منها وإلى تخلي الأطار ديالها وتتخلي سميتو واحد الذكريات ديالها رائعة. ومعنا أستاذة الله ربيعة ما شاء الله تاهي أستاذة كفء، وكذلك أستاذ سي زكريا، أستاذ زكريا أستاذ هرم من أهرامات الفيزياء والكيمياء. دائما كيما ناخذه كعبرة وكنموذج وكمرجع في التجارب في الدروس أو في جميع الاجتماعات، سواء في دراسات الفيزياء من الناحية التجريبية والناحية النظرية. كان دائما أستاذ ما شاء الله ديما نحتاج إليه في كل هذه الأشياء. ويوم كان رائع والحمد لله، كان جمهور غفير، الأساتذة والأستاذات كلهم حضروا ما شاء الله بأعداد غفيرة جدا، والحمد لله الحفل كان رائع. ويصادف كذلك يوم العالمي للمرأة، احتفلنا كذلك وتكرموا الأستاذات والأستاذات بشكل رائع. ونشكر ثانوية الزرقطوني من ناحية الأساتذة، الأطر التربوية والأطر الإدارية، وكذلك جمعية أولياء الأمور التلاميذ. وشكرا، السلام عليكم. شكرا، يا رمضان مبارك سعيد، السلام عليكم. شكرا.